السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدتي، اليوم سأقدم لكم كيك بالتفاح كيجي لذيذ ورائع جدا بحجم عائلي. كنحتاجو سيدتي في المقادير 5 حبات من البيض، نصف كأس من زيت المائدة عبر العنبة، كأس من عصير البرتقال، كأس إلا ربع من سكر سنيدة، كيسين من الخميرة الكيميائية، وكيس من سكر الفانيلا، كأس ونصف من الدقيق الأبيض. نبداو سيدتي في تحضير الكيك. إذا سيدتي وضعنا 5 حبات من البيض، نوضعو سكر سنيدة، نضيفو سكر الفانيلا، ونوضعو واحد القبصة من الملح، ونخفقو هاد المكونات. هاد المكونات جيدا. اذا سيدتي من بعد ما خفقنا المكونات نضيفو كأس من عصير البرتقال، نضيفو نصف كأس من زيت المائدة، ونكملو خلط المكونات. اذا سيدتي من بعد ما خفقنا المكونات جيدا غنضيفو الدقيق تدريجيا. نضيفو الدقيق بهذا الشكل، نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه ديال الدقيق اللي عندنا كأس ونصف من الدقيق. اذا سيدتي في اخر مرحله غنضيفوا 2 الاكياس من الخميره الكيميائيه، وغنكملوا خفق هذا الكيك جيدا. ونضيفوا قشور البرتقال، عفوا نسيت ما ذكرتهمش، كيعطيونا نكهه رائعه في الكيك. ونكملوا خفق المكونات جيدا. اذا سيدتي من بعد ما خفقنا الكيك ديالنا جيدا اصبح جاهز. الان غادي ناخذ صينيه الفرن مدهونه بالزبده ومرشوشه بالدقيق من طبيعه الحال. انا خديت صينيه الفرن كبيره كيف ما كتلاحظوا. انا نحضر هذا الكيك العائله كبيره كيف ما كتلاحظوا، كيجي حجم عائلي كبير. ونوضعوا الكيك ديالنا. اذا سيدتي كيف ما كتلاحظوا معايا وضعت الكيك ديالي في القالب ديال الفرن. الان غادي نزينو. هنا عندي التفاح اللي قشرته وقطعته بهذا الشكل هذا، هو باش غادي نزين الكيك ديالي بهذا الشكل هذا. هذا الكيك كيجي عائلي، كيجي كبير، وايضا كيجي لذيذ ورائع. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا راه زينا الكيك ديالنا بشرائح التفاح كيف ما كتلاحظوا معايا. الان غندخلها الفرن ساخن على درجه حراره 180 درجه مده 45 دقيقه، ونتلاقاو المرحله المواليه. والان سيداتي غادي ندوزو لتحضير الفرن اللي غادي نزينو به الكيك ديالنا. كنحتاجو الكأس من عصير البرتقال، وكنحتاجو 2 ملاعق من السكر سنيده يكونوا كبار، وملعقه كبيره من النشا او مايزينا. كنحتاجو واحد العلبه من الفلون فاني،
وكنحتاجو الكيس من سكر الفانيلا. حنا في هذه الاثناء راه خرجنا الكيك ديالنا من الفرن، خلينا الكيك ديالنا يبرد، وغندوزو في التحضير ديال هاد الكريمه هادي. غادي نوضعو كاس من عصير البرتقال، نضيفو النشا، ونضيفو ملعقتين من سكر سنيده، وغادي نضيفو كيس من سكر الفانيلا، سيداتي نضيفو كيس من الفلون. نخفقوا هاد المكونات مع بعضهم البعض جيدا بهذا الشكل. اذا سيداتي غنوضعوهم فوق نار مهيله حتى يعقدوا، ونطلقوا لتزيين الكيك ديالنا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا انا خرجت الكيك ديالي من الفرن كيف ما كتشوفوا، ووضعته في صحن التقديم. كيف ما كتلاحظوا معايا راه الكيك ديالنا ما خصوش يجي غليظ، خصو يجي رقيق بهذا الشكل هذا، كيجي لذيذ بزاف كيف ما كتلاحظوا معايا. وايضا الفلون ديالي راه وجد، غنوضعوا عليه من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا راه طيب فوق. والان غادي نوضعوا فوق الكيك ديالي بهذا الشكل هذا. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا انا دهنت الوجه ديال الكيك ديالي، كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالو كيف كتجي رائعه جدا. الان غادي نوضعها في الثلاجه حتى تبرد تماما وندوزو للتقديم ديالها. اذا سيداتي هذا هو الشكل النهائي بالنسبه للكيك العائلي ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيك التفاح كيجي لذيذ ورائع جدا. غنوريكم الشكل ديالو كيف كيجي من الداخل، واحد القطعه منه. اذا سيداتي كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا كيف كيجي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش توضعوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.